عسلامة الناس كله، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا في خير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا جلاس بطريقة سهلة ومبسطة، باش نخدموه بزوز نكهات مختلفة. باش نعملوه بالقهوة، باش نعملوه بنكهة الشوكولاتة والا بنكهة الشوكولا. يجي طعمه بنين برشا، والزوز بالنسبة للقهوة والشوكولاتة يبداو متناسقين برشا مع بعضهم في الطعم وفي البنة. حاسيلو وصفة ناجحة، شوفوا القوام متاعها. انا متاكده الا باش تجربوها وتنجح لكم، خاصه في العشويه ولا كي يجيوك ضياف هكا تقدم جلاس دياري وبنين. تبعوا معايا طريقه التحضير لاخر الفيديو. كانك اول مره تدخل للقناه ما تنساش تشترك وتفعل الجرس. اول حاجه عندي تويكا باش ناخذ 500 مليلتر حليب. 500 مليلتر حليب باش نزيدهم مغرفتين سكر. الحلاوه متاعو معتدله، مغرفتين سكر، ما تكثروش من السكر. ما تنسيوش عندنا الكريم شونتيه. وباش نحطوا مغرفتين انشاء، مغرفتين متاع ماكله سكر ومغرفتين متاع ماكله نشاء، هكا مش مليانين، متوسطين، مش شكل مكومين ومش شكل عاديين، متوسط الحجم متاعهم. ونحركوهم مليح ونحطوهم تويكا على الغاز يطيبوا. وفي نص التياب متاع الكريمه نزيدوها شويه روح الفانيليا، والا تنجم تحط لها سكر فانيليا انتي والنكهه اللي تحبها. وتوا باش نزيدها مغرفه متاع ماكله زبده والا مارغرين، ما عندكش زبده تنجم تستعمل المارغرين. ومن بعد ما غليت مليح، راه ما تستحقش انها تطيب برشا وما يلزمهاش تجي عاقده، على فكره لازم تجي بالطريقه هذيك جاريه. قسمت الخليط على 2 على زوز صحافي. صحفه باش نحط فيها شوكولاته، حطيت حكاية 50 جرام شوكولاتة. وصحفة حطيت فيها مغرفة متاع ماكلة قهوة سريعة الذوبان، استعملت نسكافيه في الخليط هذا. صحفة حطينا فيها 50 جرام شوكولاتة، وصحفة حطيت فيها مغرفة متاع ماكلة نسكافيه. ومن بعد ما حركتهم مليح مليح مليح، توا باش نغطيهم ببابي سيلوفان وباش نخليهم يبردوا. ونغطيو تويكا اللي بالشوكولاته زدا كيف كيف، ونخليوها تبرد في عقلها. توا خديت كيس كريم شونتيه، كيس ناقص شويه، حسيلو 100 جرام كريم شونتيه ونفس الكميه باش نستعملها حليب. بالنسبه للكريم شونتيه، اذا كان انتم ما تعرفوش القياس بالضبط، اكل باكو اللي فيه ساشي، زوز ساشيات. ظهر لي الساشي توزن حكايه 45 جرام والا 46 جرام، تنجموا تستعملوا هذوكم. ونركض توا الكريم شونتيه. الحليب على فكره لازم يكون بارد بالكدا باش تطلع لك الكريم شونتيه ما تسيحلكش في السخانه هذه. لازم الحليب يكون بارد، سينو تسيل الكريم شونتيه ما تطلعلكش. وبعد ما طلعت الكريم شونتيه كيما تراو فيها، توا باش نخليها على جهه وباش نخرج الصحافي اللي بردوا مليح. لازم يكونوا باردين بالكدا بالكدا، كانك مزروبه تحطهم في الكونجيلاتور فيسا فيسا يبردوا. توا باش نركض اللي بنكهه القهوه، نركضوا مليح مليح، يبداش فيه هكا كعابر والا بلاصه مش مخلطه بالكدا. القهوه لازم نركضوه مليح مليح، وفي نفس الوقت باش نتحصلوا على قوام ارتب كما نقولوا، مش هكا متكتل، يبدا ارتب. وباش نزيد الكريم شونتيه، بالنسبه لكميه الكريم شونتيه باش نقسمها على نصفين، نصف نزيدو بنكهه القهوه والنصف الاخر باش نخليه بنكهه الشوكولاته. ونركض بالكدا 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 حتى لين نتحصلوا على قوام متماسك، وتخلطوا الكريمه اللي بنكهه القهوه مع الكريم شونتيه، وهذاك القوام اللي نتحصلوا عليه. على فكره راهو ما يجيش عاقد، لازم يكون سايل كيما هكاكا، هذاك القوام اللي نتحصلوا عليه. راهو الجلاس ما يجيش الكريم تكون متاعو عاقده. وهذا تو تحصلنا على اللي بنكهة القهوة، باش نحطه في حكة وباش نخبيه في الكونجيلاتور. بالنسبة من الفوق بالكل انت تنجم تحط له قهوة كيما حطيت له انا، والا تخليه كيما هكاكا، ولا تحط له بيبيت دو شوكولا انت وشنو اللي تحط. وتويكا نستوي الصحفة مليح باش من بعد يخرج لي منظرها مزيان، ما يبديش معوج. وننفضها شوية باش ما تبديش بلايص فيها فراغات. وبالنسبه توا باش نحط لها شويه قهوه من الفوق بالكل، وباش نحاول هكا نستويها بشويه.
وشوفوا الطريقة أنا اللي خلطت بها. باش أنا علاش عملت الطريقة هذيك، خاطر لونها ظهر فاتح شوية، يعني مش منظر مزيان. حطيت لها شوية قهوة وعملت لها الحركة هذيك في نفس الوقت باش تعطي لون مزيان وتتبدل شوية، تزيد نعزز نكهة القهوة أكثر للي يحبوا القهوة بالطبيعة. وبالنسبة للقهوة اللي حطيتها من الفوق هذيك شيكوري. وتوا من بعد ما حطيت هذيك في الكونجيلاتور باش نخدم اللي بالشوكولاتة، الكريمة اللي بالشوكولاتة نفس الطريقة باش نخدموا بها. نركضوا الكريمة مليح 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 حتى كان فيها كعابر كلها تتنحى، ونزيد لها الكريم شونتيه. خاطر انا قسمتهم على 2، نصف الاولاني حطيته مع القهوة ونصف الثاني باش نحطه توا مع الكريمه اللي بالشوكولاته. وحطيت لها مغرفه كاكاو ومر، اذا كان انت ما تحبش كاكاو مر تنجم تستغنى عليه. حبيتها حطيت لها المغرفه الكاكاو باش يزيد يعزز النكهه اكثر، باش تجي ابن مطعمها وفي نفس الوقت تجي اغمق اللون متاعها. وهذاك القوام اللي تحصلت عليه ركضتها مليح. وتوا باش نحطوها في الحكة كالعادة وباش نحطوها في الكونجيلاتور. لازم تكون جارية، راهو ما تجيش عاقدة. الجلاس متاعنا كي تحضر الكريمة ما يلزمش تكون عاقدة. خذيت تبع شوكولاتة ذوبته على بان ماغي وزدت حكاية مغرفتين ل3 مغارف حليب. وباش نحطها بعد، على فكرة راهو لازم تخليها تبرد، مشيش تحط الشوكولاتة وهي سخونة. الكريمة متاعنا اللي خدمناها كلها راهي تفسد لكم، لازم تخليها تبرد شوية ومن بعد تحط تزين بها كما عملتها انا. وناخذوا العود متاع السنين ونعملوا الشكل هذاك المزيان اذا كان انت تحب تزين وجه الحكة متاع الجلاس. ونغطيها توا ونحطها. تنجم زيدا على فكرة تزيدها بيبي دو شوكولا وتحطها توا في الكونجيلاتور. هذا من بعد ما قعدت حكاية 9 سوايع بين 8 سوايع ل9 سوايع. انتي والبرود متاع الكونجيلاتور متاعك تنجم حتى في 4 سوايع تثلج لك. وباش نقدمها في الصحافي، شوفوا القوام متاعها كيفاه جاي متماسك، ماهيش مكعبره، مخدومه مليح. وديجا شفتوها من الاول بالكل كي وريت لكم التصوير متاعها. الكريمه ياسر ياسر ناجحه. تجيكم رطبه بالقدا، ماهيش شكل من بعد تجي متكتله والا تجي فيها كعابر متاع الثلج. خدمناها مليح باش نتحصلوا على وصفه هايله. وتوا الشكل الثاني اللي بنكهة القهوة. نخدموه كيما حطينا اللي بالشوكولاتة. اذا كان انتم ما تحبوش القهوة اللي حطيتها انا من الفوق تنجموا تستغنيوا عليها، اما انا حطيتها بجوست باش نزينوا المنظر متاعها، باش الوجه متاع الكريمة يجينا مزيان. بالنسبة للتقديم تحاولوا تزربوا تحطوهم وماذا بيكم تاكلوهم فيسع فيسع، على خاطر إذا كان باش تحطها في الصحافي وتستنى عليها شوية راهي في ساعة تذوب. وإلا أنت من بعد ما تحطها في الصحافي باش تقدمها تلقى تعطلت هكا في أي حاجة ترجعهم للكونجيلاتور يقعدوا شوية وهما في الصحافي متاع التقديم ما يصير لهم حتى شيء، ومن بعد تخرج تقدمهم. هذيك أسهل طريقة، يقعد تشد البرود متاعها. معناها كي تحط الصحفة وهي فيها الجلاس في الكونجيلاتور اللي باش تقدم فيها تقعد تشد البرود بالقدا بالقدا. وزينتها بالشوكولاته من الفوق وحطيت لها بيبي دو شوكولا في الابيض، وبالنسبه للقهوه حطيت لها بيبي دو شوكولا في الكحل. وشوفوا القوام نتاعها هذيك من بعد ما ذابت شويه، ما شاء الله بنين بنين على الاخر وسهل وفيسا يحضر ويخرج لكم كميه كبيره. وبالنسبة للوصفة أنا متأكدة منها ناجحة 100%. تبعوا معايا الطريقة وتحاولوا تركزوا فيها مليح، مش صعيبة، من أسهل الأشياء اللي تنجم تخدمها هي الجلاس. وتوا نقولكم إلى اللقاء الناس الكل. كانك أول مرة تدخل للقناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ونقولكم إلى اللقاء الناس الكل. باي باي.